بنرحب بضيفنا في الاستوديو استاذ محمد غنيم الخبير السياحي. استاذ محمد صباح الخير، اهلا بحضرتك معنا في المجله السياحيه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا بيكي. بنتكلم في البدايه، يعني بنستعرض مجموعه من الاخبار، وطبعا في البدايه بنتكلم طبعا على مؤتمر المناخ في شرم الشيخ واهميته ودوره في الجذب السياحي وفكره سياحه المؤتمرات بشكل عام، وازاي نقدر ان احنا نكون مؤهلين لجذب المزيد من الزائرين في هذا النمط السياحي. اولا صباح الخير لمصر، ومبروك لمصر النجاح المتالق اللي احنا شفناه في المؤتمر بتاع الكوب 27 وتنظيمه والاعدادات بتاعته والنجاح المبهر اللي العالم كله اشاد بيه. هو طبعا عايز اقول لحضرتك ان احنا الحمد لله يمكن نجحنا في تنظيم المؤتمر دوت، ان احنا قلنا للعالم كله ان احنا ناس مؤهلين ان احنا نعمل عندنا استدامه للطبيعه وللعوامل البيئيه المصاحبه، العوامل الطبيعيه المصاحبه للبيئه. وكان لفته جميله قوي قوي ان احنا فعلا عرفنا نحول مدينه كامله لصديقه للبيئه، وان شاء الله تكون في استدامه لجميع المحافظات وجميع المناطق السياحيه في مصر لاستدامه الطبيعه واستدامه البيئه برضه. ومبروك لمصر مره ثانيه. شرم الشيخ مدينه خضراء، يعني مع انطلاق المؤتمر بالفعل هي بتتحول لمدينه خضراء صديقه للبيئه زي ما حضرتك بتقول. تمام. خلينا كمان نستكمل مجموعة أخرى من الأخبار وفعاليات المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في الدورة الثانية والأربعين بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر. تم يعني انتهاء هذا المؤتمر واختتمت فعالياته، وحرص الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على القيام بجولة تفقدية داخل المعرض كان فيها أجنحة المعرض المختلفة، والتقى الوزير بالمشاركين وتحدث معهم. بيعد هذا المعرض من أكبر وأبرز المعارض التجارية الدولية في مصر، وهو متخصص في تجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية في مصر ومستلزمات وجميع المنتجات الضرورية للشركات الكبيرة والناشئة في قطاعات الضيافة، وهو مكون من 6 معارض دولية متخصصة بيقاموا في وقت واحد. هذا المعرض هو عبارة عن شبكة رسمية لتبادل الأعمال والمعلومات والتعليم والأدوات التكنولوجية العالمية عالية المستوى ولوازم ومستلزمات الفنادق وأيضا المطاعم والضيافة في مصر. بنستعد طبعا الاستعدادات على قدم وساق في المتحف المصري الكبير ان شاء الله للافتتاح اللي يا رب ان شاء الله نشهده قريبا، ويكون افتتاح بيليق باسم مصر وبهديه مصر للعالم، وهو المتحف المصري الكبير. في اطار الاستعداد للتشغيل التجريبي اللي هيعلن موعده لاحقا، بيبدا المتحف المصري الكبير في استضافه بعض الاحداث والفعاليات الخاصه، وايضا استقبال مجموعه من الزيارات الجماعيه محدوده العدد في بعض الاقسام والمناطق داخل المتحف. هيتمكن الزوار خلال هذه المرحله من زياره بعض أقسام المتحف، منها ميدان المسلة المعلقة، الصالة الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، ومتحف الأطفال، وتجربة الواقع الافتراضي، الحدائق، المطاعم، المقاهي، المحلات اللي بتشمل علامات تجارية مصرية رائدة. وهتظل أقسام ومناطق المتحف المصري الكبير الداخلية الأخرى مغلقة، وهي القاعات الرئيسية وقاعتي توت عنخ آمون، وده هيكون انتظارا للافتتاح الرسمي